Teşkilat yoksa ay çok özür. Şunun içinde yok değil mi? Kaç TL bu? O 150. Allah razı olsun. ويا صباح الخير، يا صباح الورد والياسمين. كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أنتم عم تشوفوني اليوم رجعت لكم بعد طول غياب بفيديو جديد، إن شاء الله هيك ينال إعجابكن. أنا اشتقت لكم كتير كتير كتير، وفعلا هالمرة غير كل مرة طولت غيبتي عليكم كتير كتير كتير. تقريبا صار لي غايبة شي 3 شهور، بس سبحان الله بقى ظروف كنت عم أمرق فيها، والحمد لله على كل حال. بلشت معكم فنجان قهوة وروقت الحمد لله، وهيك صحصحت، وهلأ رح نبلش مع بعضنا سوا الطبخة. طبختي اليوم رح تكون رز وملوخية، طبعا معشوقة الكل عندي بهالبيت الأكلة، لأنه أكلة ملوكية لا يعلى عليها بالفعل. بأول فيديو لإلي كان على اليوتيوب، سبحان الله كمان كان ملوخية ورز، بس سبحان الله وقتها عرفتكم على حالي فيه. إذا اللي ما شاف الفيديو لهلأ يروح يتابع الفيديو يشوفه. كانت أول بداياتي، بس ما حبيت غير الفيديو، وحكيت لكم شو هي الأسباب بالفيديو. اللي حابب يتعرف علي على المزبوط يروح يتابع أول فيديو ليعرف مين أنا. بلكي نسيتوني بهالمدة هي الطويلة، لأني طولت عليكم كتير. فأنا بتمنى من كل قلبي إنه تكونوا مشتاقين لي مثل ما أنا مشتقت لكم، وبتمنى تكونوا اللي تابعني وتعرف علي ما يكون نسيني إن شاء الله. وبهالمرة بإذن الله تعالى إن شاء الله رح أحاول ما بقى أتأخر عليكم، أكيد ما رح أتأخر عليكم مثل هالمرة، هي هالمدة الطويلة كتير، بس رح أحاول إن شاء الله كل أسبوع يا نزل فيديوهين يا نزل فيديو واحد حسب ظروفي يعني. اللي بيعرفني وشافني قبل هالمرة، أنا أم لبنوتين عايشة بتركيا. طبعا أنا من سوريا. بنزل محتوى يومياتي، بنزل مشاوير، فلوكات، وهيك بكون محتواي أنا على اليوتيوب، طبخات، حلويات، هذا هو أنا محتواي. هون أنا نقيت الملوخية وعم ورجيكم كمية العود والوسخ اللي طلع منها، طبعا لأني ملوخية جاهزة مو ملوخية بيتوتية، فحسيتها هالمرة متغبرة شوي زيادة. بالعادة برشها بالمي بنظفها تنظيفة سريعة، بس حسيتها هالمرة زيادة فغسلتها وعصرتها. أنا بأكلة الملوخية واليبرق والمحشي، يعني هدول الأكلات بالذات بحب الثوم يكون فيهم زيادة، بيعطي طعم تاع المظبوط يعني. ايه، فاللهم صل على النبي. انا تقريبا هون كنت عامله شي 200 جرام، حطيت لهم تقريبا قد هذا المقدار الثوم المدق، يعني حطيت لهم مقداره كله ثوم. ونحن بحلب بالعاده بنعمله بنحط كميه وفيره من الزيت المازولا ومعه سمنه، وبعدين بنقلي الثوم والكزبره مع بعض، بعدين بنطب الملوخيه بنقليها منيح
لا حتى طرف عودة يصير على لون زهر. من هون المي اللي نكون سارقين فيها الفروج بنطب لها اياها للملوخية، وبنتركها بقى على مهلة لحتى تتعقد على المظبوط. اللي ما تابعني لهلا روحوا تابعوني، شو عم تستنوا؟ حطوا لي متابعة، فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد عم نزله. وأنا ما عم بس مصور فيديوهات طويلة، صح أنا قطعت عليكم فترة طويلة لحتى نزلت فيديو طويل، بس أنا ما عم أقطعكم من الفيديوهات الشورت القصيرة، عم نزل فيها وصفات، عم نزل فلوكات فيها قصيرة، مشاوير. فحطوا لي لايكات وقلوبكم الحلوة، وكتبوا لي آرائكم تحت بالتعليقات، ودعموني، لأني أنا بدعمكم بكون مبسوطة كتير وبحقق حلمي. وإذا ما انكم متابعيني على الانستغرام والفيس، روحوا لهونيك تابعوني. أنا اسمي هونيك نغم الحجي باللغة الإنجليزية. بالفيديوهات الشورت بتلاقوا الاسم مكتوب تحت الفيديو، وإذا دخلتوا على صندوق الوصف بتلاقوا الروابط باقي حساباتي موجودة بصندوق الوصف، روحوا ضيفوها وتابعوني لحتى نصير أحلى وأكبر عيلة. إذا ضفتوني على حساب من الحسابات لا تنسوا تكتبوا لي إنه نحن جايينك من اليوتيوب، مشان أعرف إنه أنتم من وين جيتوا تعرفتوا علي. خلي لي قلبكم الله يسعدكم يا رب. أنا على حسابي الفيس عندي 17,000 متابع، وعلى التيك توك كمان نفس الشي 17.5، وعلى الانستغرام عندي بحوالي 5000. وأحيانا هنيك على الستوريات عم نزلكن فلوجات ووصفات ما عم نزلها بالشورت، فروحوا تابعوني وشوفوا الستوريات وحطوا لي قلوبكم الحلوة. كتبولي تحت بالتعليقات رأيكم شو أكتر الفيديوهات اللي أنتم بتحبوا تتابعوها على منصة يوتيوب أو على غير منصات حتى، بس إنه على اليوتيوب شو بتحبوا أكتر شي تتابعوا؟ طبخات مثلا، أعمال منزلية، يوميات. اكتبولي تحت رأيكم بالتعليقات، وأنا شو بتكتبولي برد عليكم. أنا اليوم عملت إنجاز كبير، حاسة بفخر كبير إني عملته. هاي أول مرة بقدم هيك شي. هلأ بس تتابعوا الفيديو رح تعرفوا شو هو الشي اللي أنا عم أحكي عنه، لأنه سبحان الله لو حدا ساعد ولو كان عن طريق عدسة موبايل، عن طريق رأي أو بوست على الفيسبوك عن أي شي، لو ما حسن يقدم يساعد بشي مثل ما بيقول مادي، بكفي إنه عم يوصل صوت. فأنا بهاي الطريقة حسيت إني أنا عم حاول ساعد قدر الإمكان، لو عن طريقة عدسة موبايل، بس أحاول أوصل وجع الناس وصوتها للعالم. سبحان الله، وقت رب العالمين بده يختار إنسان يوصل عمل خير
بيعرف اللي بقلبه بيوصل له بأي طريقة. كنا أنا وهون أنا وماما عم نتمشى، فسبحان الله لقيت إنه منظمة الإيهاها الله يجزيهم الخير يا رب، منظمة طبعا تعرفوا أنه هي منظمة عالمية، هي ما بس تابعة للدولة التركية، عاملين حملة مساعدات لأهالينا بفلسطين. الله يجزيهم عنا كل خير يا رب، وكتر الله ألف خيرهم. هلا بتشوفوا بالفيديو انه شو عم يحاولوا يعملوا لحتى يساعدوا قدر الامكان هالعيال يا قلبي اللي هونيك، التعبانة المرضانة، محتاجة قدر الامكان مثل ما بيقولوا بصيص امل، محتاجة ولو مثل ما بيقولوا كسرة خبز. وسبحان الله الله يجزيهم كل خير ويبارك فيهم، والله يقدرنا يا رب على فعل الخير، ولو إن شاء الله يكون حتى بكلمة بدعاء عند رب العالمين، هو أجر ثواب لأنه كبير، وهو بإذن الله رب العالمين بيستجيب لنا. لو ما عم نقدر نحن منساعد بشي مالي، بكفي إنه نحن عم نساعدهم بشي معنوي. فالله يفرج عنهم وعنا يا رب، وينصرون وينصر الأمة الإسلامية يا رب. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. طبعا هي المنظمة هي المشروع الأساسي في عالم الموظفين بقلب المنظمة، بحبوا يعملوا عمل خيري، بيقدموا مثلا شو في عندهم هن فيهم بالبيت يقدموا أي مثلا معجنات، مأكولات، طبخات. فينهم مثل اللي شفتوا هاي المرأة اللي عم تعمل ايش بيقولوا لها، هي نوع من المعجنات، هي عنا بالتركية اسمها جوزلما، نوع من العجينة بينحشى جبنة وبنعمل عصاج. فينهم حتى انه هذا الشيء يشتغلوه بنفس اللي عم يقدموه، بس في منهم حتى ما عملوا مأكولات، في منهم مثلا أعمال يدوية. هلا بتشوفوا لقدام يعني في منهم كتير أفكار، في منهم مثلا في عندهم شيء هن مشتغلينه على ايده، مثلا عبارات، لوحات، اكسسوارات، يعني اي شيء يعبروا فيه انه يقدروا يساعدوا فيه. وحتى مو بس من المنظمة، في حتى كتير اهالي انضموا، يعني انا ما صورت لكم مشان ما يطلعوا وجوههم، بس في كتير اهالي انضموا قالوا اذا ممكن نحن نقرب نساعد معكم. طبعا المنظمة ما قالت لهم لا ابدا، وقفوا فورا انضموا وصاروا يساعدوا الناس بأي شيء هن عم يقدموه. يعني حتى في أطفال مثلا راسمين لوحات تعبر إنه عن وجعهم، مثلا وجع الشعب التركي لوجع فلسطين، إنه يوصلوا لهم صوتهم. أو مثلا في أطفال مثلا بيعبروا عن إنه جوع فلسطين والمخيمات وهالشي اللي عانوا. يعني إنه واحد يحاول يقدر قدر الأمكان شو بيقدر يقدم، وكتر الله خيرهم يا رب. Efendim? Gazeteden. Gazeteden. Çift kişilikleri 1800, tek kişiler 1,5. Gerçekten Bursa'daki kumaşları var. Bak şu kadar 50 TL. Bu kadar 50 TL.
Kaç TL bu? O 150. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Lifler 100 lira. Çok uygun gerçekten. Maşallah. Tamam. Sınıfını aldım. Burada değil. Hiç yaptın mı? Ay çok özür. Şunun içinde yok değil mi? Hoş bulduk. İşte getirmeyen arkadaşlar var. Teşkilat yoksa Rahman'ın orada nasıl? Rahman'ın orada görmesi. Muazzam bir şey ya. Efendim teyzem. Çayırova'dayım. Gebze Çayırova'dayım. Kim oldu? Tamam nerede anlayın? Değil mi? Bu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. حبايب قلبي لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. يسعد لي قلبكم يا رب. لا تنسوني من الضغط على زر اللايك وزر الجرس وتكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، وبحبكم كتير كتير. سلام.